احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم. عدد جديد من برنامجكم اليومي هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا. وبه شيخنا السعيد، مرحبا. مرحبا أخي أحمد. الله يبارك فيك. الأكوان تثبت القرآن، الأكوان تثبت رب الأكوان. الأكوان كتاب مفتوح للإنسان تثبت الحق ولا شيء غير الحق. الله سبحانه وتعالى يجزي المسلم عندما يتفكر ويتدبر في آياته. ليس ذلك عبثا، يرتبط الأمر بمعرفة حقيقة الوجود والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في محكم التنزيل في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. آيات في الآفاق. دكتور سعيد. نعم أخي. الآفاق تعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدمة لطيفة تابعناها مع أخي أحمد وهو يتحدث عن هذه العلاقة بين الإكوان ومعرفة الله سبحانه وتعالى. وكان أخي أحمد يريد أن يقدم لنا رسالة: من أراد أن يتعرف على الخالق فلينظر في المخلوقات، سواء كانت هذه المخلوقات ضخمة كبيرة مثل السماوات والأراضين والقمر والمجرات والشمس والقمر وغيرها من المخلوقات الضخمة، أو المخلوقات البسيطة. فالنظر في المخلوقات يؤدي بنا حتما إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وإذا تعرفنا عليه آمنا به والتزمنا أوامره والتزمنا كذلك أحكامه. لا شك يا أخي أحمد أن هذه الآيات التي قرأتموها وهي في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق. سبحان الله، بدأ الله عز وجل بقوله سنريهم. مما قرأناه عن الصحب الكرام أنهم قالوا هناك آيات لا يعرفها من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتعرف عليها الذين يأتون بعد ذلك بسنوات أو بقرون وبأزمان. سبحان الله، مع تطور العلوم ومع الثورات العلمية الكبرى في مجال الفلك وفي مجال الاقتصاد والإعلام والاتصال في جميع التكنولوجيا وغيرها، هذه الأدوات تساعد الإنسان على استخدام تلك الوسائل من أجل معرفة الله سبحانه وتعالى، من أجل معرفة عظمة هذا الكون العظيم، بل هذا الكتاب المفتوح. فإذا كان القرآن الكريم هو كتاب الله المسطور، فإن الكون هو كتاب الله المنشور أو كتاب الله المفتوح، والقرآن هو كتاب الله المقروء. إذن الذكي الفطن هو الذي يقرأ الكتابين معا، يقرأ القرآن الكريم هذا المصحف الشريف وهو كتاب الله المسطور المقروء، ويقرأ أيضا، لأن هذا الكتاب يدفعه إلى أن يقرأ، إلى أن ينظر في كتاب الله المفتوح، في كتاب الله المنشور. لذلك الآية تقول: سنريهم آياتنا في الآفاق، في الآفاق وفي أنفسهم. النتيجة: حتى يتبين لهم أنه الحق.
هذه الآية أخي أحمد تدفع بكل قوة جميع الناس إلى أن ينظروا في هذا الملكوت العظيم، في هذه المخلوقات، لأنه هو الطريقة السوية، الطريقة المختصر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. ونجد نصوصا أخرى تؤكد هذا المعنى الوارد في هذه الآية. أذكر على سبيل المثال حينما يقول ربنا سبحانه في سورة الذاريات، يقول في الآية 7: والسماء ذات الحبك، دعوة صريحة إلى النظر في السماء، سنريهم آياتنا في الآفاق. سورة فصلت، سورة الذاريات في الآية 7: والسماء ذات الحبك، كيف بناها الله عز وجل، كيف صنعها، كيف أبدع فيها، كيف أتقنها، كيف زرع فيها هذه النجوم، هذه اللآلئ التي تضيء وتنير هذا الكون الفسيح. والسماء ذات الحبك. وبعدها بآيات قليلة في الآية 20 رب يقول: وفي الأرض آيات للموقنين، دعوة صريحة أخرى للإنسان إلى أن يفكر في هذه الأرض التي خلق الله عز وجل، هذه الأرض التي تحمل البشر، تبنى عليها الحضارات، يبنى عليها العمران، يزرع فيها الناس الزروع المختلفة، يغرس فيها الأشجار، يبني فيها البيوت ويسكن في هذه الأرض، يدب فوقها إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يودع هذه الدنيا، فتقول له الأرض: مرحبا بك في بطني الآن، كنت فوق ظهري والآن مرحبا بك في بطني. بعد أن ودعك الأعزاء والأهل والأقارب تقول: مرحبا بك أيها الإنسان. طبعا يدخل ذلك القبر. إذن ربنا سبحانه حينما يقول في الأرض آيات الموقنين، ننظر في هذه الحضارات التي بنيت فوق الأرض. هناك آيات أخرى تدعو إلى النظر في الحضارات وفي تاريخ الأقوام السابقة اللي عايشين فوق هذه الأرض. طبعا القرآن يشرح بعضه بعضا. أيضا دائما وفي الأرض آية الموقنين، فليس فقط علماء الفلاحة هم الذين ينظرون، بل أي فلاح بسيط يعني ينظر كيف أنه يزرع الزرع، ولكن ما وجدنا فلاحا أنبت الزرع، إنما هو ينشط في عالم الأسباب، يزرع وبعدين بعد ذلك ينتظر الله عز وجل الذي يأمر السماء لتمطر ويأمر الأرض لتنبت. والموعد موعد الفلاح مع الزرع، مع القمح والشعير في الصيف، باش يروح يحصد ثم يدرس ثم يأكل وهكذا. وفي الأرض آية الموقنين. إذن أي إنسان حتى ولو لم يملك ثقافة معينة يستطيع أن يفكر في هذا المخلوق العظيم ويوحد الله سبحانه وتعالى. هذه في الآية رقم 20. وفي الآية تليها مباشرة في الآية 21 رب يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأكيدا لما قاله الله عز وجل في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الإنسان أيضا ينظر إلى ما خلقه الله عز وجل فيه هو بالذات. خلق هذا البصر وهذين الأذنين واليدين اللي يتحركوا والرجلين اللي حامين هذه الجثة والجهاز الهضمي والجهاز العظمي والجهاز التنفس وجميع الأجهزة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دعوة صريحة أيضا للتفكر في خلق الإنسان. وكأن الله يقول: يا معشر الأطباء والعلماء وأهل الاختصاص، ابحثوا، اقرأوا هذا الإنسان، فإن قراءتكم ستؤدي بكم حتما إلى معرفة خالقكم. وفي الآية التي تليها مباشرة الآية 22 يقول ربنا سبحانه: وقفنا أخي أحمد وين تحب نوقفني وإلا خايف نحولها إلى حصة تفسير. الآية 22 ربي أيضا يتكلم عن السماء مرة أخرى، يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيضا إشارة إلى هذه النعمة، نعمة الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. آية أخرى تؤكد هذا المعنى في مثل قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وآية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلى آخره. ثم نصل إلى رقم 49 ورب سبحانه يحدثنا عن آية أخرى من آياته في هذا الكون الفسيح، عن انبثاث الزوجية في الكون. ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذا يعني الزوجية موجودة لدى الإنسان وفي النبات، صحيح، وعند الحيوان، صحيح، وفي عالم السحاب، صحيح، وفي عالم الذرة. وهذه الآيات 49 من سورة الذاريات أيضا مؤكدة بآية أخرى، حيث يقول ربنا سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وكلها كما يقول علماء الأصول وعلماء اللغة تفيد الاستغراق والشمول، كلها بلا استثناء.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقد قال القرآن ذلك ليظل الإعجاز القرآن قائما إلى أن يقول الله عز وجل في سورة الذاريات يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الناظر في هذا الملكوت في هذا الكون الفسيح سوف يؤدي بك هذا النظر إلى معرفة الخالق. وإذا ما عرفت الخالق أدركت سر الوجود وجود المخلوق فتعبد الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله فيك. آيات في الآفاق وجلسة تدبر خلال هذه الجلسة الافتتاحية من لقائنا هذا اليوم من برنامج هلا سال. وقبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام سامحونا نجيب على بعض الأسئلة التي جلبناها معنا. طيب شيخنا السعيد عمر من البويرة يسألك كيف يزكي الأرض المستأجرة؟ زكاة الأرض المستأجرة، نوضح السؤال ثم نجيب. يعني يكون شخص صاحب أرض عنده أرض وشخص آخر يأتي إلى صاحب الأرض فيستأجر أرضه. إذن صاحب الأرض يسمى المؤجر، والثاني الذي جاء ليستأجر يسمى المستأجر. المستأجر يزرع هذه الأرض، وبعد ذلك حينما تنبت هذه الأرض هذه الزروع اللي تخرج من الأرض، هذا هو السؤال، من يتولى الزكاة؟ هل صاحب الأرض أم المستأجر؟ طبعا جماهير الفقهاء جماهير الأئمة قالوا قولا واحدا تجب الزكاة على المستأجر إذا كان وصل النصاب 6 قناطر ونص، وفي عند بعض الفقهاء يعني 6 قناطر و47، وكان بعض الفقهاء يقول 6 قناطر و52، ولكن الوسط هو 6 قناطر ونص بلغ النصاب. فإن الذي يزكي هو صاحب الزرع، فالزرع هو وعاء الزكاة وليس صاحب الأرض. بارك الله. طيب شيخنا هناك سؤال أيضا لسائل يقول هو وزميله استلف من بعضهما حيث سلفوا مبلغ 600 مليون، القصد منه إحداث شراكة بناء فيما بينهم، والتزم صاحب اللي خذ السلف التزم بأنه بعدما يبني البيت ويبيعه سيرد له المبلغ ويزيد بعد البيع. يسأل هل هذه الزيادة تعتبر من قبيل الربا؟ يعني هناك الدائن هناك مدين. ذلك المدين هو المقترض هو الذي التزم بهذا الالتزام. نعم. طيب سيدي، إذا كان حسب المنطلق حسب العقد، ربنا يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا كان هذا العقد هو عقد قرض بمعنى يرجع له ذلك المبلغ كما هو قرض حسن، سلف له 600 مليون سنتيم يرجع له 600 مليون سنتيم، إلا إذا كان بغى بعد ذلك يقدمه هدية فالأمر مشروع ليس في ذلك حرج. ولكن إذا كان العقد من البداية كان عقد استثماري، يقول له أعطيني المبلغ 600 مليون وأنا أستثمره في العمران، أستثمره في البناء، نبني بيت، ما كان مادام قلت شراكة نبني بيت، وبعد ذلك هذاك البيت كي نبيعه اقتسم معك الفائدة، فهذا أيضا أمر مشروع حسب الاتفاق الأولي. فإذا كان الاتفاق تقسيم الأرباح بالنصف 50% لا بد من الالتزام بالمتفق عليه سلفا. وإذا كان الاتفاق بالثلث والثلثان، يعني مثلا صاحب المال يأخذ الثلث وهذا المستثمر في العمران يأخذ الثلثين، لا بد من تنفيذ الالتزام المتفق عليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، بدأ هناك اتفاق بينهما لا بد من الالتزام بالاتفاق. وهذه من عظمة الإسلام أنه يخلي المجال للناس باش يستثمروا. علاش عقد القراض مثلا أو عقد المضاربة لماذا هو جائز باتفاق الفقهاء؟ لأنه ممكن إنسان لا يملك دينارا واحدا، لا يملك المال، ولكن الآخر يملك المال. صحيح. والثاني لا يملك المال لكن يملك العلم، يملك المعرفة.
فيجتمع صاحب المال من جهة وصاحب المعرفة من جهة أخرى، يديروا عقد اسمه عقد القراض، ويتفقان من البداية على نسبة الأرباح. فإذا كان متفقين بالنص الله يبارك 50-50%، إذا كان متفقين الثلث أرباع والربع هذه جائزة، متفقين الثلثان والثلث جائزة. وإذا لم يتفق سلفا بعد ما جات الأرباح كل واحد يقول كيف، هنا نروح مباشرة للنصف، كل واحد يأخذ النصف يعني من الأرباح. نعم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سعيد، وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. طيب كان أمين سألني وأنت تجيب الخسارة من يتحملها في هذه الحالة؟ ممتاز، يعني نشكر أمين على سؤاله. ولو أنه عندنا منتظرين نجاوبوا المنتظرين. تفضل إذا يعني إذا كان في التليفون نعطيه لهم لأنهم عم يتسنوا. شكرا جزيلا شيخنا سعيد. أختنا أمينة من عند دفلة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. السلام عليكم أخي الكريم ولا الشيخ الفاضل. الله يبارك فيك. مرحبا. ربي يجازيكم على الحساب بزاف يقدركم عليها إن شاء الله. يا رب. أخت أمينة مرحبا، تفضلي. عندي سؤال في شطرين. أيوة. كنت طرحت الدور على الشيخ في الحصة كما هذه بالحارة، ما فهمتوش مليح وما كملتش السؤال. شو تما كنت بالزربة وشوية مقلقة وقاعدتي ما كملتش السؤال. المهم السؤال يقول أنا أختي تخدم في قطاع خاص، خدمتني عندها وسوراتني ومقابل منحة، تعطيني منحة كشغل مصروفي بلا ما نخدم عندها، حطيت هي تطلب مني ذلك، حتى هي تطلب مني بلي نروح عندها شغل مريحة في الدار. أنا ما عجبنيش الحال كشغل متحرجة من هذا الشيء. والشطر الثاني أنا خمت على العقبة تاعي كشغل تدخل لي فلاغ وتخلت الخدمة هذه، ولاسيرونس دارتها لي على جال اللي أنا مريضة نشرب بالدواء. أيوة. ما عنديش وين نجيب لاسيرونس. وفي نفس الوقت راني نحوس عمل قادرة على العمل نخدم بالحركة الدومين تاع الخدمة تاعها وقرايتي ما يتوالموش. قالت لي نسوريك ونعطيك منحة مصروف ومنطور راني ندور نحوس على خدمة. إن شاء الله دعونا معكم، ربي يسهل لنا كاس خدمة. يا رب يا رب يسلم. وطيب أختك هذه الضمان هذا درتوا لك في مؤسسة تابعة لها ولا مؤسسة عامة؟ مؤسسة تاعها. هي تؤدي عملا هذه المؤسسة. طيب أختي أمينة، يعني كي تحب تعيط لك هكذا تكلفك بعمل معين؟ هي حد الآن مازال ما عندش بزاف ملي غير هذا الشهر برك اللي دخلت لي نخدم معاه، بيش كنت نخدم من قبل البخين بلوا وخلصت لي شغل مسحق الضمان الاجتماعي طيب تعرف. واضح سيدة أمين. صحيح، ربي يجازيك. الله ينورك. هذا هو السؤال. هذا مكان. بارك الله فيك. يجاوبك شيخنا السعيد. مصطفى فرنسا. مصطفى. نعم. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأستاذ أحمد. مرحبا سي مصطفى. نتكلم مع الشيخ بارك الله فيك. مرحبا، تفضل عمي مصطفى تفضل. عندي كنت درت عملية في مواد جويي. أيوة. علاج القلب. أيوة. وداروا لي استيغن. وما صمت رمضان. أيوة. والآن راني نصوم كل ما نذاك نصوم يومين 3 صديقة. الله يوفق إن شاء الله. أيوة. باغي نسقسي الشيخ إلا كان جايزت لي كيما هاك ولا لا. يا أخي عمي مصطفى الصوم ما يضركش؟ لا نحس الحمد لله. أي الحمد لله. نشرب الدواء، الطبيب يعطيني الدواء. أي. نشرب الصباح ونشرب على نصف النهار. أيوة. ونشرب في الحشية في الليل. أيوة. بصح تاع نصف النهار نشربها الصباح مامطة. نحس بروحي الحمد لله. ولكن صيام رمضان نصوم غير بشويه. نصوم السيمانه اللي فاتت صمت 4 أيام ولا 5 أيام. ايوه. الور دوك نسقسي في الشيخ الا كان يجاوبك الشيخ ان شاء الله. نصوم بيومين 3 لا كان جايزت لي. يجاوبك الشيخ عمي مصطفى بارك الله فيك.
وعندي سؤال واحد آخر على في جال الصلاة. أيوة. نصلي السنين اللي كنت ما نصليهمش في الصغر. أيوة. الور راني نصلي نهار ماشي كل صباح قبل قدام الفجر نصلي نهار، وضيف يلحق عليا الصبح نقطع ونصلي الصبح. أيوة. طيب اسكي لا كان ما علياش كي نقطع الصلاة نصلي الصبح ومن بعد نعاود نكونتيني نصلي لي القضاء. لا. واضح حمس، واضح عمي مصطفى، نجاوبوك إن شاء الله. بارك الله فيك يا سي أحمد. الله يبارك فيك، البركة في شيخنا عمي مصطفى، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمسيلة مختار. تسمسيلة مختار. مختار. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. خير الشيخ؟ لاباس الحمد لله. مختار تراك بخير؟ لاباس والله الحمد لله. وانتم؟ الحمد لله. عندي زوج أسئلة أخي. تفضل. الأول. السؤال الأول. ايه. رجل جالس في المسجد فأذن المؤذن. ايوه. هل يجوز له بالقيام أن يصلي؟ السؤال الثاني. وش يصلي؟ نافلة؟ نافلة. والمؤذن يؤذن، ما زال ما كمل. المؤذن يؤذن. ايوه. السؤال الثاني. السؤال الثاني. رجل داخل والمؤذن يؤذن، هل يجوز له أن يصلي النافلة؟ ايوه. السؤال الثالث أخي. تفضل سي مختار. تفسير عن هذا كما يكره التنفل ايوه. للجالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول. ايوه. بالقيد المذكور. في الأذان الأول. بالقيد المذكور. بالغيب المذكور. بالقيد المذكور. بالقيد ايوه. ويكره أيضا للمبادرة به عند الأذان. ايوه. للجالس في المسجد في غير الجمعة. ايوه. فينبغي له أن يؤخر حتى يفرغ الأذان من الأذان. أن يؤخر حتى يفرغ المؤذن من الأذان. وشكرا. الله يبارك فيك السي مختار، بارك الله فيك، فكرتنا يعني ما شاء الله. الله يفكرنا الابتدائي. ما شاء الله. الله يبارك فيك، يعطيك الصحة سي مختار. المسيلة أعتقد. نذير. نعم. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. راكم لاباس بخير؟ لا بأس نذير. والمسيلة لاباس عليها؟ والله إذا رحمة ربي قلعة بني حماد بلدية المعاريض. مرحبا بك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلمك. أيوه. السؤال الأول فيما يخص تعليق الصور في المنزل. أيوه. الصور يخص بما يخص الصور الكات ولا المجسمات؟ أيوه. طيب. السؤال الثاني. إيه؟ زكاة العسل. ما بها زكاة العسل. وقتاش يخرج الواحد زكاة على العسل؟ أيوه واضح. السؤال الثالث. إيه؟ شوف كان عندي أمي في عمرها 85 سنة. الله يبارك. ونعرض عليها بأنها تجي تقيم في المنزل نتاعي. أيوه. وتاكل وتشرب ثانية وكي تخلص ما نحتاجش الدراهم نتاعها حتى تعطي من ولادها.
ايوه. ولكن ولادها الاخرين يقولوا لها ما تروحيش للنذير لانه راه يحوس يديك الدراهم تاعك. واش يدير النذير؟ انه راه يعرض عليك تقعدي في المنزل تاعو تاكل وتشربي ويستولي على الثمن اللي راك تخلصي بيه. ايوه. انا قلت له اروحي الهدف تاعي هو دعوه الخير وبس، هذا من كان. الله يحفظها ان شاء الله. بارك الله فيك. هي ومازال ما جبتهاش للدار؟ ما باش تجي. ما باش تجي. لان معصرين عليها اولادها الاخرين. الله يفتح عليك ان شاء الله يا النذير. ولا واش نحوس لا دعوه الخير وبس. الله يوفقك يا النذير، الله يوفقك ان شاء الله، ربي يقدرك ان شاء الله. والحاجه راهي تشوف فينا ولا؟ مانيش عارف والله اذا راهي في بنتها في المسيره ما على باليش راهي تشوف ولا ما شفتوش. اي مرحبا. وانا نود راني قاعد في التلفزيون يا مروح يقعد عندي وما نحتاج منك ولا نحتاج منك الا دعوه الخير. بارك الله فيك، فيك الخير والله فيك الخير. ولان الشيخ تاعنا رجعت منه دعوه الخير ولما مات في الارض. يا اخويا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا النذير. بارك الله فيكم وشكرا وتبقوا على خير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا النذير خويا، بارك الله فيك. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر يوميا من 6 حتى 7 في المباشر، وإعادة من منتصف الليل أيضا، ومن 11 و45 دقيقة تقريبا حتى منتصف النهار و45 دقيقة تقريبا، يعني الإعادة الثالثة ما هيش مضمونة. محمد اسماعيل. طيب على بركة الله، نبدأ من أمينة عند دفلة. أمينة تعمل عند أختها شيخ سعيد في قطاع خاص، وأمنت لها مصروفا بحكم الضمان الاجتماعي نتيجة أيضا وضعها الصحي الذي يحتاج إلى نوع من الضمان والتأمين، ويدخل هذا الأمر في تقاعدها. تقول أشعر بحرج لأني لا أقوم بعمل معين، رغم أنها قالت لي ستستدعيني عندما تحتاجني. كيف نكون صافية مع ربي في هذا المجال؟ نعم. الأخت أمينة بارك الله فيك على هذا السؤال، لأنه يدل على الورع، لأنه فعلا الإنسان يجب أن يسأل عن الحلال. ربنا قال في القرآن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل حاجة في الشرع واضحة، بمعنى إذا كان الأخت تعطيك هدية، هبة، دوناسيون، هذا أمر جائز. إذا كان تخلي لك وصية، هذا أمر جائز. إذا كان توظفك، يعني في العقد موجود بلي هي صاحبة مؤسسة خاصة، وانت مكتوبة في العقد أنك عاملة عندها، المفروض لابد من احترام هذا العقد. وذكرنا قبل حين قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أمر آخر أكد عليه الشرع الحكيم أن الجهد المبذول من قبل العامل أو العاملة يقابله أجر. صحيح. يقابله بلغة العصر راتب. الواحد يخدم واللي هذاك صاحب العمل يعطي له المبلغ المناسب المتفق عليه. طيب، إذا فهمنا بلي من الناحية الشرعية لكي يستحق ذلك المال لابد للعامل أو الموظف أن يقدم من يعني جهدا معينا. طيب، إذا هذا اتفقين عليه. الواجب على العامل أن يؤدي العمل الذي التزم به، ويجب على صاحب العمل أن يقدم المنحة أو الراتب المتفق عليه. إذن هذه قواعد لا بد أن تحترم في مثل هذه العقود. طيب، ولكن الأخت الفاضلة الأخت أمينة تقول عندي ظروف صحية معينة إلى آخره. أختها قبلتها عندها عاملة ودتها تأمين ضمان اجتماعي وكذا مقابل منحة معينة، ولكن السؤال مطروح يا الأخت أمينة لا بد من تقديم العمل. كي نقول العمل هذا ليس شرطا أن تتواجدي يوميا في المؤسسة. لازم نفهموا يا ناس أن العمل قادر تديه أنت في دارك،
ممكن دير لا كونتابيليتي المحاسبة في دارك، ممكن توضعي لها أعمال معينة، تكتبي لها أشياء معينة في الجهاز نتاع الحاسوب الأورديناتور في دارك. ممكن تروحي للمؤسسة هذه نتاع أختك ترتبي المكتب تريحي ثم نص ساعة ساعة واش قدر ربي سبحانه عز وجل، وتقول لك أختي خلاص يعني هذا واش نحتاج منك اليوم روحي. المهم تقدمي جهد. ربي سبحانه يعلمنا من خلال سورة مريم العذراء اللي كانت في ظرف تحتاج إلى كل ألوان الرحمة والشفقة، ولكن ربي سبحانه أمرها في أي الله الحكيم يقول وهزي إليك بجذع النخلة. بجذع النخلة معناه لازم تدير كما يقولوا هذاك الفعل، هذيك الحركة. درت الحركة. طبعا مريم ما تقدر تهز يعني شجرة النخيل، ولكن هذه مبادرة تدير هذه الحركة، وربي سبحانه بقدرته نزل هذيك رطبا جنية كما قال القرآن الكريم. لذلك أنت يا أختي أمينة أنك تبقي في البيت على طول وتأخذي هذه التأمينات وهذه الأمور كامل، لا. لأنه للأسف نبهنا إلى هذا الأمر مرارا، قلنا يا ناس ما يلزمش تستخدموا هذه المعرفة سواء في المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العامة. صحيح. يعني قال هاو ندير كاغط نسني لك كل شيء في الكاغط، معناتها راك خدام في المؤسسة الفلانية ويجي هذاك المسؤول يوقع وهذاك يتقاضى راتبا وهو ما عنده حتى علاقة بهذه المؤسسة. نقول لهم بأي حق استحللتم هذه الأموال؟ بأي حق؟ ما درت جهد، ما درت ولا شيء. طيب قد يقول قائل أنا رحت يوميا نروح له لهذاك المسؤول تاعي يقول لي ما كانش خدمة، روح وكي يقول لك اليوم ما كانش خدمة عد فإن ذمتك بريئة أمام الله. هذا ما كان. ولكن في الوقت نفسه نوجه نداء صريحا إلى أرباب العمل وإلى الناس المسؤولين، نقول لهم اتقوا الله، خدموهم، جي خدم كما قلت يا أخي أحمد، ولو كان يرتب المكتب ولو كان يرتب الآلات، إذا كان هذه المؤسسة فيها آلات ولا مصنع مش عارف ايه يعني، ولا ورشة من الورشات، واحد يخدم يدير جهاز معين يكتب إذا كان يعرف يرقن يقدم جهد مبذول. هكذا الأخت أمينة يعني تولي هذيك الأموال اللي تأخذيها وهذيك المنح تولي حلال عليك، والتأمينات حلال عليك، والضمان الاجتماعي حلال عليك، وهذاك التقاعد حلال عليك. وهي قالت يا أخي أحمد أنها الآن راهي تبحث على عمل. صح. نقولها إذا كان إن شاء الله أن تجتهدي أسأل الله عز وجل أن يرزقك العمل المناسب عاجلا لا آجلا، وأن يرزقك إن شاء الله المال الحلال، وأن يبارك لك في صحتك وفي مالك وفي حياتك. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. طيب عمي مصطفى، بعد العملية الجراحية ما صامش رمضان لما جاء في جويليا يقول اليوم راني نقضي يوما في يوم. كنت سألته يعني هل ما زال يتعبك الصوم؟ قال لي الحمد لله. يعني فماذا يفعل عمي مصطفى؟ أنت يا أخي مصطفى إن شاء الله ربي يشفيك من مرضك ويشفي كل مريض. ما دام الآن راك تصوم خاصة في هذه الأيام تاع الشتاء اللي اسمها الصحابة الغنيمة السهلة، لأنه النهار صغير وما شاء الله، وراك تصوم كما قلت صمت 5 أيام ولا صوم كما تستطيع. إذا قدرت أخويا مصطفى كل سمانة تصوم نهار واحد الله يبارك. تقدر نهارين مثلا الاثنين والخميس تنويهم قضاء، يعني كل سمانة تصوم يومين يا سعدك. قبل ما يجي رمضان الجاي إن شاء الله تعالى تكون كملت الشهر اللي عليك ولا شيء عليك. وهذه الطريقة اللي راك تقضي بها هذيك الأيام اللي كليتها بسبب عذر شرعي العملية الجراحية، يعني إن شاء الله تصوم هذيك الأيام وذمتك تولي بريئة من الله عز وجل، وربي يجيب لك الشفاء. لا يكلف ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فعدة من أيام أخر. ما هو الشرط اللي كلا رمضان كامل، سواء راجل يكون مريض كما أخويا مصطفى، ولا المرأة تكون مثلا وضعت كانت حامل ووضعت في شهر رمضان، ما هو الشرط القضاء يكون الشهر يعني متتابع. هذا ما يش كفارة. صحيح. لو كان كفارة لازم فيها شرط التتابع. ما دام هو قضاء أقضي الأيام كما تقدر. تقدر يومين في السمانة الله يبارك، تقدر نهار في السمانة الله يبارك، تقدر 3 أيام في السمانة الله يبارك. لا تكلف نفسك. ما دام تراك مريض حافظ على صحتك، أعقد النية على أنك تقضي أيامك، إن شاء الله تعالى ربي يوفقك أن تقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان القادم. بارك الله فيك شيخنا السعيد. طيب عمي صالح، يعقد النية أيضا ليقضي ما فاته من صلاة، ويحدث
أن يصلي صباحا فإذا أذن الفجر قطع الصلاة وصلى الفجر، يسأل عن فعله هذا. الله يبارك يا أخي مصطفى، يعطيك الصحة، يعني راك تقضي عندك عزيمة يعني قوية. طيب الأيام ولا السنوات اللي ما صليتهاش وأنت صغير بعدما بلغت سن التكليف طبعا، فأنت تقضي، هو يقول قبل الفجر يصلي، أقضي براحتك واش قدرت. نعم. تقدر تقضي نهار، الله يبارك، هذه طريقة من الطرق المشروعة أنك تقضي نهار كامل في دقائق معدودات. نعم. تصلي الصبح يعني الفريضة قبل الفجر، تصلي الصبح اللي فات والظهر والعصر والمغرب والعشاء، راك قضيت يوم، هذا قبل وصول هذاك الفجر نتاع ذلك اليوم. ولكن ممكن تقضي يومين، ممكن 3 أيام حسب قدرتك، ممكن تقضي يوم قبل صلاة الصبح، وإذا كان مازال ماكش تعبان كي تصلي صلاة الفريضة نتاع اليوم نتاع الصبح أيضا تقضي يوما آخر. صح. ليس في ذلك حرج. كما أنه عندك الحق أنه في كل صلاة تقضي صلاة، مثلا اليوم نوض الصبح صليت الصبح نتاع اليوم زيد لها الصبح اللي فاتت. صح. صليت الظهر نتاع اليوم زيدها الظهر اللي فاتت، العصر كيف كيف، المغرب كيف كيف، العشاء كيف كيف. معنى في كل يوم النتيجة أنك صمت يومك، الأيام اليوم نتاعك الحاضر، وزيد قضيت يوما آخر مما سبق. إذن طريقة تعتمدها طريقة جائزة، ولكن هو يقول مسألة جزئية مهمة، قال إذا كان بدأ في القضاء وبعدين أذن لصلاة الفجر يقطع طبعا، مثلا صلى الصبح اللي فاتت وصلى الظهر اللي فاتت والعصر اللي فاتت، أذن الصبح، هنا راك صليت الصبح نتاع اليوم، كمل واش بقى لك المغرب والعشاء، تصلي الصبح وتكمل، كمل صلي الصبح نتاع اليوم وزيد صلي المغرب والعشاء، وبذلك يكتمل يومك الذي قضيته يعني من الأيام السالفة. وهذا أمر صحيح جائز. بارك الله فيك شيخ سعيد. طيب خونا مختار في سلسلة يسأل: رجل جالس في المسجد أذن المؤذن، هل يجوز القيام للصلاة؟ نعم. وبعدين في الحقيقة سؤاله الثالث يجيب عن السؤالين الأوليين. طيب لك أن تجيب على كل في مرتبطين شيخنا، مرتبطين، تفضل بالإجابة عليهم. يعني دعني أبدأ بالسؤال الثالث الذي أملاه علينا. كما يكره التنفل. يكره التنفل للجالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول، علاه يا أخي؟ ويكره أيضا عند الأذان للجالس في المسجد إلى آخره في غير الجمعة، فينبغي أن يؤخر حتى يفرغ الموت. الجواب بشكل مختصر. شوف يا أخي، اسمع يا أخي الفاضل مختار. أخي مختار، الأذان من شعائر الإسلام، الأذان من شعائر الإسلام. المطلوب منا معاشر المسلمين كي نسمعوا الأذان عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعوا المؤذن فيما يقول الله أكبر، نحن نردد معه نقول الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله نقول أيضا أشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله، وهكذا حتى نقول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا حتى يكمل المؤذن الأذان. ثم ندعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. طيب كي نكملوا بهذا الدعاء احترمنا عظمنا هذه الشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. إذن الآية صريحة في الموضوع، عظمنا هذه الشعيرة لننال درجة التقوى، أخذنا الأجر ودرنا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فضل اللي يدعو بهذا الدعاء بعد نهاية الأذان، سديت كامل هذا الأجر. بعد ذلك صلي النافلة، صلي النافلة بعد ذلك، ليس في ذلك حرج. لماذا؟ لأنه أديت الأجر نتاع متابعة الأذان ثم تصلي النافلة، ليس في ذلك أدنى حرج. ولكن يكره يعني الإنسان يكون مريح في المسجد كما قال السائل، هو جالس في المسجد لم يصلي النافلة ولكن كيسمع الأذان ناضي يصلي، يعني فيه نوع من سوء الأدب، فيه نوع من سوء الأدب. وش حيره يعني، وما أعجله يعني، ما كان حتى وجه الاستعجال. وأنا عارفين أنه بعد الأذان كان وقت يعني ينتظره المؤذن أو الإمام
بين الأذان والإقامة، فليصلي النافلة إن شاء بعد ذلك. فإذا كان تحية المسجد دخل المسجد خلاص يوقف كي يسمع يتبع المؤذن كي يكمل المؤذن يصلي تحية المسجد. لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف كما قال ابن عرفة المالكي. صلي ركعتين تاع تحية المسجد وسلامك حتى واحد تريحك ذو لحظات ثواني معينة يكمل المؤذن وصلي ركعتين. أما أنه أنت تكون جالس في المسجد وتسمع المؤذن ثم تقوم بدل أن تتابع المؤذن وتقول ما يقوله المؤذن فتصلي، هذا مكروه كما أكدت على ذلك كتب الفقه الإسلامي، وهذا الكلام مأخوذ كما قال الأخ مختار من كتب الفقه. ولكن إذا كان الإنسان صلى ركعتين فالأمر جائز ليس حراما، ولكن حكمه حكم الكراهة. والله مختار فكرنا كما قلت شيخنا بالكتابة والإملاءات، وقفت عند ويكره المبادرة به عند الأذان للجالس في المسجد في غير الجمعة. معنى في الجمعة عود لي برك واش قال لك ويكره المبادرة به، يعني بالقيد المذكور، ويكره المبادرة به عند الأذان للجالس في المسجد كما قلت في غير الجمعة. نعم، معناها في الجمعة يمكن أنه إذا أذن لا أي نفس الشيء. لا في يوم الجمعة رجل، هو السؤال وقال كرجل جالس في المسجد أذن المؤذن هل يجوز القيام أن يصلي بنافلة المؤذن يؤذن؟ أيوة. ثم السؤال الثاني قال كرجل داخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يجوز له أن يصلي النافلة؟ فأجبنا هذا الجواب الذي يستوعي جميع هذه التفاصيل. يعني يمنع من باب الكراهة ليس فقط، ماهوش حرمة، لأنه بيوم الجمعة بعد الأذان تأتي الخطبتان. صحيح. والخطبتان هنا في الأمر أكثر يعني أكثر منعا. هذا في مذهبنا المالكي. طبعا قد يسمعون الآن أحد الناس فيقول لكن نلاحظ بعض الناس الإمام فوق المنبر يخطب وذاك يدخل ويصلي ركعتين. هنا مسألة خلافية. الإمام الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لك كلام الإمام يقطع الكلام، بل حتى صلاة النافلة ما تنتهي بمجرد ما الإمام يطلع يعني للمنبر ليخطب ما كانش صلاة النافلة، ما كانش ركعتي تحية المسجد. هذا عند المالكية، ولكن عند غيرهم عند الشافعية مثلا يقول لك لا هذه نافلة ذات سبب، لأن النوافل أنواع، من هذه النوافل تسمى نافلة ذات سبب، يعني سببها ودخول المسجد تحية المسجد. من هنا قالوا بجواز صلاة ركعتي النافلة حتى ولو كان الإمام يخطب بيوم الجمعة. ونفس الأمر أيضا يقع يعني بعد صلاة العصر. نحن في مذهبنا المالكي يعني صلاة لا تصح، يعني صلاة بعد العصر لا تصح. نافلة يعني تمنع النوافل بعد صلاة العصر إلى غاية صلاة المغرب. بارك. في هذه المدة. طيب، ولكن بعض الناس يدخلون إلى المسجد نصف ساعة مثلا قبل المغرب فيصلي إلى المسجد أقصد فيصلي ركعتي تحية المسجد، معنى أخذا بالآراء الفقهية الأخرى بالمذاهب الأخرى. صحيح. ولكن حينما تناقش العلماء في هذه المسألة هناك من أخذ بالأمر وهناك من أخذ بالنهي. فعلماء المالكية قال النهي أولى بالاعتبار من الأمر. فإذا كان هناك أمر يأمرون بأداء ركعتي تحية المسجد صح، ولكن هناك نهي آخر ينهانا في أوقات مخصوصة من أداء النوافل، الأولى بالاعتبار عند التعارض بين الأمر والنهي. طبعا هذه مسألة أصولية، مبحث أصولي، فالأولى بالاعتبار النهي لا الأمر عند التعارض. بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. طبعا في إشارات للأسئلة الثلاثة في آن. نذير من المسيلة يسأل عن تعليق الصور في المنزل والمجسمات. هل الصور هي التماثيل والمجسمات أم هي الظلال الأخرى؟ الممنوع يا أخي نذير هو المجسمات. المجسمات كلمة واحدة عند الفقهاء، يمنع وضع هذه المجسمات في البيوت. بارك. أما الصور الأخرى فمسألة خلافية، والراجح في ذلك الجواز بشرط عدم الإفراط والمبالغة.
لأن المبالغة حتى في المباحات مرفوض. إذا كان يجي واحد يا أخي أحمد مثلا يعلق صورة تاع جده موجودة في المكتب ولا في الخزانة تاع البيت ولا في البيت في قاعة الاستقبال إلى آخره، ويأتي من يأتي فينظر إليها، قد يسأل من هذا، يقول هذا جد فلان أو شيء، ممكن يأتي الأحفاد وهكذا، ليس في ذلك حرج. لا تذكرهم لا بالجنازة، الذين يقولون بعدم الجوز يقول لك هاي تذكرون بالأوجاع والآلام والدم، ما تذكر ولا شيء. يعني ما هوش كل إنسان يشوف في جده يبدأ يدمع، كان اللي ما شافوش يعني. كان ما يشوفهمش أصلا يعني. فهذه المسألة ليس في حالك، لا نشدد على الناس، لا نشدد على الناس، فهذا التشدد لا مبرر له. قلوا كي ممنوع كل الصور، دار مجموعة صور في البيت، ليس في ذلك أدنى حرج، هذا الذي نراه صوابا ونفتي به. أما المجسمات اللي عندها الظل هذا أمر غير مقبول شرعا. طيب سيدي، ولكن المبالغة في هذه الصور ما يلزمش واحد يحول البيت نتاعو إلى معرض للصور. صح. يدخل غير في الكولوار هذاك والصالون والكوزينة والدنيا كاع معمرة بالصور تصور. لا، المبالغة في هذه المباحات هذا اللي مش مقبول من ناحية الشرعية. أما الاكتفاء ببعض الصور فهذا يا أخي نذير ليس فيه حرج شرعي. طيب شيخنا السعيد، متى يخرج أخونا نذير زكاة العسل؟ يعني يا رب يرزقك يا أخي النذير بالعسل يا رب. فنقول لك يا أخي إخراجها عند تحصيلها، مش كما سائر، ما همش كما الأموال. ذكرنا قبل حين في السؤال الأول نتاع الأخ عمر اللي حينما قلنا عن الزروع، فطبعا عند تحصيلها وبلوغها النصاب يكون إخراجها. ونفس الأمر بالنسبة للزيتون كما شرحنا المرة اللي فاتت، اللي عنده 6 قناطر ونص خلاص يعني حبا يزكي الزيت اللي خرج من هذاك النصاب نتاع الزيتون معنا. وكذلك العسل عند تحصيله هذاك هو وقت إخراجه. نعم بارك الله فيك. طيب شيخنا، يعني حرقة نذير على أمه لأن تكون في داره يتهلا فيها، طبعا هي الإخوة يمنعونها ويعتبروا أنه راح يستولي على أموالها، يعني صح التعبير، كيف ستطفئ حرقتها شيخ السعيد؟ إن شاء الله تنطفي هذه الحرقة إن شاء الله بهذا البيان. فنقول لأخي النذير أولا جزاك الله خيرا أنك عندك هذه النية باش الأم نتاعك تقيم عندك وتصرف عليها من حر مالك، وهذا واجب عليك، وجزاك الله خيرا أنك عندك هذه النية. ونبينا صلى الله عليه وسلم فيه مكالمة دائما نهتم إن شاء الله الله يحفظك. ونعود ونرجع إن شاء الله أخونا النذير. سيدة أم رحمة سطيف، السلام عليكم. سيدة أم نذير المختار، مرحبا المختار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يخليكم لينا ويطول في أعماركم. الله يبارك فيك عم المختار. مرحبا من فرنسا. بيك مرحبا. أيوة والله عندي واحد السؤال لكن يبدأ بقصة شوية. تفضل يا عمي مختار. أنا مغترب في فرنسا بالطبع، وعندي خويا في البلاد. المهم كانت شاد هو الفلاحة تاعي يخدم فيها، لكن هم اللي مستنفعين بها، مانيش أنا اللي مستنفع بها يعني صراحة. أيوة. وفي يوم من الأيام كانت واحد القطعة شريتها أنايا، قلنا باش نزيد نوسعوا فيها. أيوة. لكن أنه هو في يوم من الأيام أخي قال لي نبيعها، راه ما عداش الماء باش نحفروا بير، قلت له معليش عادي بيعها. ومن بعدها لما لقى المشتري قال لي نقسموا الفائدة. وانا كاني داير النيه في اللهبه كما يقول لكم، مانيش عارف شنو الاسعار اللي هي في البلاد. قلت له عادي انا نحسب حاجه تاع 10 ولا 15 مليون زياده، قلت له نقسموا عادي مش مشكل، لكن ما ذكرليش هو السعر قداش. يعني قال لي نقسم الفائده فقط. ايوه. لكن بعد ما حب يبيعها سمعت انها كميه كبيره، تقريبا 200 مليون فائده. يعني صراحه انا شويه تكمشت، يعني قلت ياسر، لكن سكت عادي. المهم خذا العربون هو، والنية تاعي انه ما كتبش البيع هذا، ما كتبش كي ما كتبش البيع هذا، انه بطلت البيعة. قعدنا مدة ومن بعدها
انا اللي بعت الارض هذه، والعربون ما ندريش انا هو لا رجعوا للسيد ولا ما رجعوش. المهم انه قال لي يعطيني الصور تاع العربون 50 مليون اللي طماها. المهم عطيتها له باش يرجع ولا ما رجعش الله يسهل عليه. لكن المشكله انه لما بعنا اسمها هذه يسمى باقي هو انه يحبس على 100 مليون هذيك اللي حوس عليها، هو حوس عليه. المهم انا ما حبيتش نتعبه، قلت له اشتري سياره على الاقل تبقى للجدان. هاي المهم راك كسرت السياره، اشتري سياره المهم للجنان راكم تطلعوا بها وجو انت واخويا ما يهمناش. لكن لما تحصل على 100 مليون انه انسحب من الفلاحه كامل، وقال لي انت يدبر راسك دور، حبيت دير خدام ولا حبيت كما حبيت دير. المهم اخذ ال 100 مليون وتقريبا وراح بها. المهم لما طلبت وقلت له السياره شريتها لجنان، قال لي لا ال 100 مليون هذه هديه والهديه لا ترجع. انا نطلب يعني جواب من عندكم، هذا ما كان. ايوه ربي يحفظكم ان شاء الله. الله ينورك عمي مختار. دقيقه عمي مختار، شيخنا سعيد واضح المساله. الله يبارك. طيب سي المختار، يعني ان شاء الله تعودوا لبعضكم، ما تقعدش الامور هكذا. والله يا اخي الكريم هذه المصيبه الكبيره. انا امنا ما رباتناش هكذا، امنا رباتنا يعني اللي في جيبي هي في جيوب، لكن الله غالب. الشيطان. الشيطان هو انا علاه. انا والله يا ربي ولي عالم. ربي يهدي مخلق ان شاء الله سي مختار. امين امين. هذا يجاوبك شيخنا. شكرا جزيلا سي مختار، ربي يبارك فيك. ربي يحفظكم ان شاء الله ويخليكم لينا. الله ينورك. معنا السيده ام رحمه. معنا امين سيده ام رحمه. طيب لا باس نجاوبوا على اهلا مرحبا. مرحبا اخي. اهلا اخت السيده ام رحمه، تفضلي. عندي اسئله. ايوه تفضلي. هو السؤال، أنا من ولد صغير، فحبيت نسأل الشيخ ويوضح لي مليح. عندنا جيراننا مترابحين الولاد مع بعضهم، حكم أنهم يحوسوا يخطبوا، ولدي يحوس يخطب الطفلة، هل يجوز أم لا يجوز؟ وش راه صاير سيدة أم رحمة؟ وش بهم هاد الناس؟ راضعين مع بعضهم. راضعين مع بعضهم. راضعين مع الطفلة اللي حين طلبوها. الطفلة متراضعين مع بعضها. أيوة. والسؤال الثاني، أنا مخطوبة وكنت في رمضان كنت أنا وجالسة أنا وخطيبي هذا مريض السكر، وكنت فاطرة السنة. طيب أختي أم رحمة ما تقدريش تزيد الصوت شوية باش نسمعه؟ قلت لك في رمضان. أي. كنت أنا وجالسة أنا وخطيبي. أيوة. وهو مرض السكر. إيه. وكان بيت قبيلي، ما حكم في هذا؟ فهمت شيخنا؟ فهمت. هو مريض السكر بعدين؟ ما بيت قبيلي. أيوة. الحكم فيها. طيب هذا مكان؟ شكرا فسروا لي مليح ودرت فهم مليح. نفسروا لك ان شاء الله. صحيتي سيدة أم. شكرا. وراح ادي ملاحظة بس. تفضلي. بدون الخطوط ما عندنا صعوبة بان نعيطوا نحن. والله ان شاء الله هو المدير يسمع ويشوف لنا 4 خطوط ولا 5. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا سيدة أم رحمة، بارك الله فيك. هلا سهلوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. كلمات إلى نذير شيخنا قبل أن نتحول إلى مختار والسيدة أم رحمة. تفضل. وصلنا ونحن نجيب الأخ نذير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأخ نذير ناوي يجيب يماه ينفق عليها وتقيم عنده ويدي كما قال هو دعوة الخير. أيوة. وقالوا وبس معنا وفقط. صحيح. يا أخي النذير عندك هذه النية، ربي يجازيك على هذه النية. 1. رقم 2 أنه كي يكون للأسف الشديد أحيانا يدخل الظن أو سوء الظن. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم. معناتها يمنع إساءة الظن في الناس. يعني أنا نتمنى أنه خاوتك يتبعون الآن، نقول لهم يا خوتنا ربي يحفظكم،
ما تسيئوش الظن في النذير. هو النذير صرح بها، قال لك ودار دعوة مباشرة على الهواء مباشرة باش يما تجي تقيم عنده وما يطمعش في الأموال نتاعها ولا في البونسيون نتاعها، ولا يجيبها فقط باش يدي دعوة الخير. لكم المال ولي البركة. خلاص هما أنتم تديوا المال، وإن كان هذا لا يجوز إلا بطيب نفس برضاها، وهو الأخ النذير يبغى يدي دعوة الخير ويدي البركة. بأي حق يحال بين النذير ويماه بسبب سوء الظن؟ لو كان درك عندهم دليل أنه النذير كي جاب يماه بدا يستولى على أموالها، دوره ما خلالهاش معليش بعد شهرين 3 4 تفهموا باللي النذير راه داها على اجل الاموال. لكن هو يقول لكم انا لا بغيت البركه وفقط. نقول لهم خافوا ربي وعندكم اثم يوم القيامه لو كان تكملوا في هذا الطريق تمنعوا النذير من يماه. هذا رقم 2. رقم 3 انه واجب عليهم جميعا، لأنه هذه الوالدة ربي سبحانه كي وصانا جميعا، وصى جميع الأولاد باش يقوموا بالوالدين وبالوالدين إحسانا. ماشي حسنا، إحسانا ماهوش غير واحد منهم ولا الطفلة وحدها، ولا كاع الأولاد يديو البركة نتاع يماهم، يديوها كما يحبوا كما يتفاهموا، الشهر ولا سمانة ولا 20 يوم، ولكن باش يديو كامل البركة ويديو كامل إن شاء الله هي ترضى عليهم جميعا ويديرهم دعوة الخير. أما أموال، هذه أخيرا نختم بها، أموال يمات النذير وجميع الأمهات هو أموالها هي، لا يجوز الاستيلاء عليها إلا برضاها. ماهوش اللي يجي يقول ندي منها ولا يديروا لها كما يقول الضغوط ويخطفوا منها الأموال. لا يجوز يا إخواني يا أخواتي إلا إذا كان برضاها. جابت مثلا المنحة نتاعها 4 ملايين، توزع 100,000 200 على الذكور والإناث بالعدل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس واجبا أن توزع هذه المنحة على أولادها. سؤال آخر. بارك الله فيك شيخنا مختار، لو سمحت ما بقاش كثير من الأخ مختار. يا أخي الكريم نقول نوجه الجواب الخوف الحقيقة ماشي المختار، لأنه سبحان الله يعني نقول لهم بأي حق استحلتم أموال الناس؟ يعني خوك هذا راه يفتيض روحه وراه يمشي، لازم هو اللي نوقفوه نقولوا له يا فلان اتق الله ماهوش انت راك في الغربة وعطيت له كما يقول الوكالة والثقة، وإن شاء الله نتمناو الأخوة اللي بيناتكم تزداد ولا تنقص. بارك الله. نعم نتمناو باش يكون خير بيناتكم وقلوب صافية والأخوة قائمة وصحيحة، ولكن أيضا لا يجوز لأخيك باش يستولي هذا المال. أنتم اتفقتوا قلت له اشتري هذه السيارة معليش بعدما كان مسرا أنه خذا 50 مليون نتاع العربون كما قال، وزاد 100 مليون، شفتوه كان ملح وكان متمسك، وانت مجيت قلت له معليش اشتري هذه السيارة للفلاحة للأرض، وهو كي دا هذاك المبلغ 100 مليون انسحب. نقولوا اتق الله، هذه السيارة اللي ديتها وهذا المال ماهوش حقك، وما يقدرش يقول هديه والهديه لا ترجع، لان انت ما هديتلوش الهديه هذه، اعطيتها له على اساس اداء عمل باش يوظف او يستثمر هذه السياره في خدمه هذه الارض. اعتقد هذا هو لازم يتقي الله ويرجع لك ذلك المبلغ، او يعني يرجعوا تخدموا مع بعض، وان شاء الله الاخوه بينكم لا تنتهي. بارك الله فيك شيخنا. في ثواني السيدة أم رحمة بن سطيف، جيران متراضعين أولاد وطلبوا الطفلة. لا كي يكون الرضاع يا الأخت أم رحمة ولو كانت رضعة واحدة، ولكن بشرط أن يكون في الحولين. إذا كان طفل رضع من يمات الطفلة كي كان عنده عامين ولا قل، ولا هي رضعت من يمات الطفل كي كان عندها عامين ولا قل، ولا كلاهما رضعوا من المرأة المشتركة مرضعة، نقول لا يجوز الزواج بينهما مهما كان عدد الرضعات. هذا رأي جمهور الفقهاء. يفسد الصيام لما يحدث بين الصائمين. نعم يفسد الصيام. نعم يفسد الصيام. نعم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري، وأحسن الله إليك. شكرا على ما تفضلت به في هذا العدد من برنامجكم هلا سألوا عبر 5 عاد غدا بحول الله لقاء جديد. تحيات فريق العمل، السلام عليكم.